انت مشيتي ورا نزواتك ورا شهواتك وسمتيه في اول مره حاولت تقتليه. هنا نجاه ما رجعتيش برضه، فضلتي مع الكلب اللي هو عشيقك ده، شريكك في الوساخه والقذاره. كنت تطلقي منه، كنت تسيبيه يربي الولاد، جنيتي عليهم وانت حيه وانت برضه ميته. كويس، حاولي يرضيكي بكل السبل. عايزه بيت بره البيت، بره بيت العيله، جاب لك بيت، اشتغل في مكان واشتغل وظيفه ثانيه ويجيب ويحط لك ويدي لك الفلوس، وانت ماشيه في الخساره برضه والخيانه والخس والندالة. اخص عليكي، لعنه ربنا عليكي يوم الدين. ما كايناش شي جريمه اللي كتكون كامله، فواخا هي المجرم ما يخبي الاثار ديال الجريمه والادله، فضروري غادي يجي شي نهار ويتكتشف فيه الامر ديالو. ولكن في هذه القصه ديال اليوم فالغباء ديال المجرمين هو اللي خلاهم يتشدوا بسرعه، وماشي حيت خلاو وراهم شي دليل. فالمهم بلا ما نحرق عليكم القصه ديال اليوم، اجي تسمعوا الحكايه ديال هذا النهار واللي وقعت في مصر الشقيقه واللي كلها عبر. واحد السلام عليكم، كي دايرين؟ بخير، نتمنى ان شاء الله تكونوا بالف خير. فإلا كنتي اول مره غادي تشوف القناه ديالي فمعاك بنت الباشا، وكنقدم قصص الجرائم الحقيقيه والعالميه. فإلا كان عز لك هذا النوع ديال المحتوى فما تنساش انك تشارك في القناه، وإلا عجبك الفيديو بطبيعه الحال انضم للقناه ديالي وضغط على زر لايك ومرحبا بك. 2008 في مدينة الإسماعيلية، وبحال أي أم مصرية بغات تفرح بولدها قبل ما تموت، كانت واحد السيدة اللي سميتها أم وليد بغات حتى هي تفرح بولدها وتزوجو باش تشوف وليداتو قبل ما تموت. فبدات كتسول على شي بنت اللي تكون مزيانة ومربية واللي تكون سند ليه وبالمرة تونسهم حتى هي في الدار. فوقع الاختيار ديالهم على واحد البنت اللي سميتها رندا إسماعيل، واللي ساكنين في الشرقية، يعني بعيدة بزاف على فين ساكنين هما. فالمهم اتفقوا مع بعضياتهم وكل شيء هو هذاك. فالسيد كان خدام مزيان فلاح وعنده الارض وعنده البهايم. فبالنسبه للاهل ديال رندا هذا هو الراجل اللي يقدر يعيشها ملكه، وهذا هو الراجل ديال الزمان. ولكن رندا ما كانتش موافقه على هذا الزواج، حيت ما عمرو دخل القلب ديالها، وحتى هي كانت بغات تعيش شي قصه ديال الحب بحال اي بنت في العمر ديالها، يعني شي واحد اللي يكون كيبغيها وكتبغيه. ولكن الاهل ديالها ما سمعوش لهضرتها وقالوا ليها حنا عطينا كلمتنا لهذوك الناس وما يمكنش نرجعوا في كلامنا، خصوصا بالنسبه لهم ان وليد كان واحد الشخص اللي محترم ومعقول وما غاديش تلقى بحاله وغادي تندم عليه، وبلي الحب غادي يجي من بعد الزواج. فوافقات بزز منها وتزوجات به. ولكن من بعد شهر ديال الزواج غادي تكتشف بلي وليد عنده ضعف جنسي، وهذا الشيء ما كانش عاجبها وما يمكنش ليها تعيش مع حياتها كامله بحال هكذا. فرجعت لدارهم كتشكى لهم بلي هي ما بغاتوش وما بغاتش تكمل في هذا الزواج اللي تغصب عليها. ولكن الاهل ديالها زعما هاد الهضره غادي تدخل لهم للراس، فاكيد لا، قالوا لي هذه غير هضره خاويه، والسيد محترم والاخلاق ديالو مزيانه وعائلته ما عمرنا شفنا منهم شي حاجه خايبه، زائد انه معيشك بخير، يعني هذا الشيء اللي مهم. اما داك التخربيق اللي جايه تقول لنا فيه ما عنده الثمن، هو دابا سير يعيش حياتك مع داك السيد. ولكن بطبيعه الحال رندا ما عجبتهاش هذيك الهضره، حيت اللي كيهضر ماشي هو اللي عايش في هذيك الحاله، يعني كرهات هذيك العيشه وطلعت ليها في الراس. والمشكله حتى الاهل ديالها ما كانوش في الصف ديالها باش تمشي ترجع عندهم، وما كانش عارفه عند من تمشي. فقررت انها تعكس الموضوع وتخليه هو اللي يكرهها، باش هو اللي يطلب منها الطلاق، وبهذا الشيء غتكون تهنات منه. والمشكله انها ما دارت هذا الشيء حتى داز على زواجهم 3 سنين تقريبا، ولاو عندها 3 ديال الوليدات. فبدات كتحاول تعصبو باي طريقه باش تخرجوا على الشعور ديالو باي شكل من الاشكال، ولكن هو كان كيصبر عليها حيت كان كيبغيها بزاف، وايضا ما كانش بغا ولادهم يتكرفسوا الى طلقوا، وهو ما كانش باغي هذا الشيء يوقع لولادو. وكان كيدوز ليها اي حاجه دارتها شحال من مره، وما كان حارمها من حتى شي حاجه، اي حاجه طلبتها كيديرها ليها. قالت ليه بدل لي فراش الدار بدلوا ليها، قالت لي عاود لي الدار من الاول عاودها ليا، وقالت لي ما بقيتش بغيت نسكن مع داركم، انا ماشي خدامه عندهم. ومشى شرا ليها دار اللي بعيد على الاهل ديالو، وطلبات انه يكتب ليها النص ديال الارض، فكتبها ليها بسميتها. لدرجه بكثره المصاريف اللي كانت كطلبها اضطر انه يخدم 2 الخدمات غير باش يلبي الطلبات ديالها. الخدمه ديالو الاصليه واللي هي فلاح كان كيفيق مع الفجر وكيجي مع ديك العصر، ومن ورا العصر تيبقى يخدم حتى ل10 او ل11 ديال الليل، وهذا الشيء كامل غير باش ما يخسرش ليها الخاطر. ولكن هي فوق هذا الشيء كامل غير ما كتزيد تعصبو باش يطلقها، لدرجه انه ولات كتعايرو بالضعف ديالو الجنسي، وانها ما كتحس بوالو معاه وبلي هو ماشي راجل. ولكن واخا هكاك صبر عليها وصرت هذيك الهضره على وديت ولادو، وداز ايام وهي ما عارفه اشنو غادي دير معاه، حيت حتى حاجه ما خلاتو يتعصب وصافي طلع ليها الدم ديال بصح. حتى لواحد النهار اللي وقع بيناتهم مشكل كبير، وهزات حوايجها ومشات لدارهم وبقات هناك على الاقل واحد 8 شهور.
وفكرت انها دير قضيه خلع، ولكن كما قلت لكم الاهل ديالها كانوا رافضين هذا الشيء وشايفين باللي الراجل ما كيتعوضش ومزيان، وباللي الا طلقتي ما كاينش اللي غادي يرضى بك وما غاديش تلقاي بحالو وغادي تقول يا ريتني ما طلقت. وديك الهضره المعروفه، وبقات عند دارهم حتى تشوف كيفاش غادي تمشي الامور بيناتهم. في هاد الوقيته اللي كانت عند الاهل ديالها تعرفت على واحد الشخص اللي سميتو سيد، واللي كان صغر منها ب5 سنين، كانت عنده 25 عام. فولاو كيبغيو بعضياتهم، ولات بيناتهم علاقه محرمه والعياذ بالله، واخا كانت باقا على ذمه الزوج ديالها. ودازت الايام والمشكل اللي كان بينها وبين راجلها غادي يتحل، فرجعت عند راجلها، واخا هكذاك العلاقه اللي كانت بينها وبين سيد بقات كما هي. ولكن المشكله ان سيد كان ساكن في المدينه اللي ساكنين فيها الاهل ديالها اللي هي الشرقيه، ودارها هي وليد كانت في الاسماعيليه، يعني المسافه بيناتهم كانت بعيده بزاف. وكما قلنا باللي وليد كان الوقت ديالو كامل في الخدمه باش يقدر على المصاريف ديالها وعلى ديال الاولاد. فقالت للسيد بلي راجلها تيكون نهار كامل في الخدمه، فيمكن ليه يجي في اي وقيته بغاها للدار عندها وغادي يدخلوا عادي. السيد بطبيعه الحال وافق على الهضره ديالها وبقى كيجي عندها مره للدار، واخا المسافه كانت بعيده بيناتهم. وكانوا ملي كيسولوها ولادها شكون هو هذا الشخص، كانت تقول لهم بلي هذا خالهم، وانهم خاصم مع باباهم، داكشي علاش كيجي في الوقيته اللي كيكون فيها باباهم في الخدمه. وقالت لهم ما تقولوا حتى شي حاجه لباباكم، حيت غادي توقع شي مشكله الا عرف هذا الشيء. والولاد تيقوا هضرت ماماهم بطبيعه الحال وكملت هكذا. ولكن المشكله اللي قلنا بلي المسافه بين الاسماعيليه والشرقيه كانت بعيده، وهو كل مره كان غادي جاي فاعيه من هذا الشيء. ولكن باش يحشم على عراضه ويتراجعوا على هذا الشيء اللي كيديروا فيه، لا، رندا قالت ليه انا غادي نقلب لك هنا حدايا على شي بيت تسكريه، وملي يكون راجلي في الخدمه تبقى تجي عندي للدار. ولكن هي قلبات وما لقات ليه حتى شي حاجه، فولات كتجيبو عندها للدار في الوقيته اللي كيكون راجلها في الخدمه. كيجي راجلها في الليل، فكانت كتهبط السيد ينعس في الزريبه ديال البهايم حتى للصباح، وحيت هي اصلا اللي كانت مقابله البهايم فما كانش عندها حتى شي مشكل. وبقاو على هاد الحالة تقريبا 3 شهور، ماشي نهار ولا سيمانه كيبات معاها في نفس الدار اللي جالسه فيها هي وراجلها. وهذا الشيء اللي قالوا ولادها في التحقيقات. ورندا بطبيعه الحال عاجبها الحال، حيت لقات في سيد داكشي اللي ما لقاتوش في راجلها، وهي طيح عليها واحد الفكره اللي ما يمكنش تطيح حتى على الشيطان براسو. النهار اللي ما كانش خدام فيه راجلها قالت ليه يمشي معاها باش يجيبوا شي تقضيه للدار. وليد بطبيعه الحال تيقاو فرح، حيت ما كانوش اصلا كيخرجوا بزاف. فملي كانوا غاديين يجيبوا التقضيه دازو من حدا واحد الكروسه ديال الساندويشات، فقالت لي خذ لينا واحد 2 ساندويشات ناكلوهم قبل ما نمشيو فحالنا. وفعلا خدا 2 ساندويشات فبداو كياكلوهم. شويه تقول ليه جيب لي واحد القرعه ديال الماء راه جاني نعطش. فناضي يجيب ليها الماء وبلا ما يرد البال دات ليه السم ديال الفيران في الساندويتش ديالو. وملي رجع كمل الماكله ديالو عادي. فملي غاديين فحالهم بدا كيحس بالوجع في كرشو، فبدا داك الوجع كيزيد بشويه بشويه حتى طاح في وسط ديال السوق. وهنا جاو الناس كيجريو وعيطوا على الاسعاف وداوه للسبيطار بطبيعه الحال. فملي كشفوا عليه الاطباء لقاو عنده تسمم غذائي، وقدروا ينقذوه في الوقت المناسب. ولكن باش يحشموا على عرضهم ويقولوا هذه رساله من عند الله واننا نتراجعوا لهذا الشيء ونتوبوا لله، لا هذا الشيء غير ما زاد على الصبرانيه. واتصلت بسيد وقالت لي كيفاش ما ماتش وانا حاطه ليه بزاف ديال السم في الماكله. فسيد قال لها غير صبري، في المره الجايه زيدي كثري ليه السم. فخرج وليد من السبيطار ولا بخير ورجع لدارو مع مراته وولادو، واخا كانوا بزاف المشاكل بيناتهم. دازت 5 شهور على الحادثه الاولى، وقررت رندا تعاود تسمم وليد، وجابت ليه كاس ديال اتاي ودايره فيه مبيد الحشرات. فمن بعد ما شرب وليد بدا التنفس ديالو كيتقطع، صافي السيد طاح. فهي كان كيحسب ليها باللي صافي مات، وهي اتصل بالاسعاف اللي جاو داو السبيطار واستطاعوا يعتقوه مره اخرى من التسمم. فهنا رندا صافي تفقسات ديال بصح، حيت ما كانش ظن انهم غادي يعتقوه. وبحال المره الاولى اتصلت بسيد وقالت لي على اللي وقع، ولكن هاد المره قالت ليه انت اللي غادي تهنيني منه. قال ليها اوكي كوني هانيه، خلي عليا كل شيء هاد المره. وفي 2018 كانت اتفقت هي وسيد باش يقتلوا وليد. فطلبت من وليد انه يمشي للفارماسيان يجيب ليها شي حاجه منه. فملي كان راجع تلقى ليه سيد وتهجم عليه وطعنو بزاف ديال الطعنات في الرقبه ديالو في كرشو، حتى تاكد اخيرا باللي وليد مات. وخدا الجثه ديالو ولاحها في الزباله ومشى نيشان عند راندا يقول لها الخبر الزوين. فدخلاتو دوشات ليه وكملوا نهارهم عادي بحال ما وقع حتى شي حاجه. داز يومين على الحادثه، فواحد المتسولين لقى الجثه ديال وليد، فبدا كيغوت وتجمعوا عليه الناس واتصلوا بالشرطه وداوه للطب الشرعي. من بعد عرفوا بلي هي كتخص وليد، فاتصلوا بالزوجه ديالو رندا وقالوا ليها الموت ديال وليد. وهي بطبيعه الحال بدات كتمثل عليهم وكتبكي قدام الشرطه. والشرطه اصلا كانت عارفه المشاكل اللي كانت بيناتهم. وهنا سولوها علاش، يعني
علاش يعني ما سولتيش في هاد اليومين ملي تختفى. فهي جاوباتهم بانه مولف انه بعض المرات كيغيب يومين ولا 3 عاد كيجي. فالمهم الشرطه شكات فيها ولكن ما قالت ليها والو، فبقاو كيراقبوا فيها كل نهار، وعرفوا بلي كتعرف واحد سميتو سيد محمد. وملي عرفوا بهاد العلاقه استدعوا سيد باش يديروا معاه تحقيق، ولكن كانوا في كل مره كانوا كيسولوا فيه كان كيتهرب، وقال لهم انا ملي عرفت والد مات كنت كنجي نعزي ونشوف رندا الا خصاتها شي حاجه حيت والد كان صاحبي. فالشرطه استدعت خوت والد كاملين سولوهم واش والد عنده شي صاحبو اللي سميتو سيد، ولكن هما قالوا ليه باللي خوهم ما عمره ما قال لهم باللي عنده شي صاحبو اللي سميتو سيد. وهنا شكات الشرطه باللي السيد ورندا مخبيين شي حاجه. من بعد مشاو شدوا السيد وقالوا ليه باللي حنا شدينا رندا وراه اعترفت بكل شيء، وقالت لينا باللي انت اللي قتلتي سيد وباللي انت حاولتي تسمو قبل من هذا الشيء 2 المرات. فهنا سيد حس باللي باغيه تغرقو وتفلت هي منها، هو يعترف بكل شيء من نهار تلاقى برندا حتى نهار الجريمه. ونيشان مشات الشرطه وشدات رندا وقالوا ليها باللي السيد اعترف بكل شيء، فبدات كتبكي واعترفت حتى هي بكل شيء، وصدر الحكم ديالهم بالاعدام شنقا ليهم بجوج. ولكن الا رجعنا وشفنا الغلط كامل ديال هذا الشيء من كيبدا، فغنلقاوه كيبدا من عند الاهل اللي هما اللي بزوا عليها هذا الزواج من واحد ما كتبغيش، وبقات حياتها كامله تقريبا وهي ما عارفه لا تبغيه لا تدخلوا القلب ديالها. واخا هذا الشخص يعني كان مزيان وكان محترم وكان ولد الناس، ولكن بما انها ما كانش بيناتهم شي قبول فما كانش عليهم يدخلوا في حياتها. فانا يعني في الراي ديالي ان سبب الجريمه هذه كامله هما الاهل، واللي ما سمعوش لبنتهم من الاول قبل ما تزوج، وحتى من بعد الزواج ملي عرفوها بانها ما كاينش شي قبول بيناتهم خلاوها مع ايضا. وايضا الزوج وليد ايضا عنده حتى هو الله يرحمه بطبيعه الحال كان غلط ملي قبل يعيش مع شي وحده اللي ما كانش كتبغيه اصلا، وكانت كتعايره بشي كلام يعني اللي ما يتقبلوش اي راجل، وكان كيتحمل هذا الشيء كامل غير على وديت ولادو وعلى وديت هاد العلاقه تبقى وعلى وديت الناس ما يقولوش فيهم شي كلمه اللي خايبه. فالمهم هذه هي النهايه.